ارتفاع الدولار امام الجنيه وخفض الفائدة وانخفاض التضخم. ايه التفاصيل بالظبط؟ تعالوا بقى نتكلم في حلقتنا عن كل ده بالتفصيل. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش اللايك على الحلقه. معلش اعذرونا لو جوده الصوت مش كويسه زي كل مره، عندي دور برد شديد جدا فنسالكم الدعاء. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا، وقبل ما نتكلم في التفاصيل بالظبط نقول لكم ان ده يا جماعه تقرير او ده استطلاع راي عملته رويترز من اغلب المحللين، واغلب المحللين اتكلموا على الثلاث نقط دول، وهو ان سعر الدولار امام الجنيه هيصل لايه خلال الفتره الجايه، وكذلك معدلات الفايده في البنك المركزي ايه اللي هيتم فيها، هترتفع ولا هتنخفض خلال الفترات الجايه، والتضخم ايه اللي ممكن يحصل فيه في مصر. عشان بس ما حدش يجي يقول ان ده كلامنا احنا، لا، دي جريدة رسمية ودي وكالة رسمية عملت استطلاع رأي لأغلب المحللين الاقتصاديين. فخلونا نخش في أول حاجة هم اتكلموا فيها أو عملوا ليها استطلاع رأي، وهو تراجع الجنيه مقابل الدولار، بمعنى ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الجاية. استطلاع الرأي جاء ان أغلب المحللين توقعوا ان الجنيه سيتراجع امام الدولار الى 49 جنيه ونص بحلول نهاية يونيو 2025. يعني في 6 2025 سعر الدولار امام الجنيه هيبقى 49 جنيه ونص لكل دولار. وقالوا ايضا ان في نهاية يونيو 2026 شهر 6 2026 سعر الدولار امام الجنيه سيصل الى 52 جنيه ونص. طيب بالنسبة لتاني حاجة عملوا ليها استطلاع رأي وهو معدلات التضخم. اغلب المحللين برضو قالوا ان معدل التضخم السنوي سينخفض الى 20.5% في 2024 و2025، ويكمل انخفاض اكتر الى 12.05% في 2025 و2026. فهم متوقعين ان معدلات التضخم تشهد انخفاض قوي في 2025 و2026. وخلي بالك هو ده نفس الكلام اللي قاله البنك المركزي في التقرير بتاع لجنة السياسات النقدية اما ثبت الفايدة في الاجتماع اللي فات. قال ان هو شايف ان معدلات التضخم خلال 2024 هتفضل مرتفعة وهتفضل عند المستوى اللي هو عندها دلوقتي، اللي كان اخر تضخم معلن اللي هو 27%. والبنك المركزي كمل وقال ان هو بيتوقع ان معدلات التضخم تشهد انخفاض كبير في الربع الاول من 2025. ده تقريبا نفس الكلام بتاع استطلاع المحللين في رويترز متفقين مع البنك المركزي. لكن لو سألتني رأيي الشخصي انا على النقطة دي بالذات هقول لك ان ممكن ما تحصلش زي ما المركزي بيقول وزي ما استطلاع الرأي بتاع رويترز كده. ليه؟ لان انت كل شوية بترفع اسعار الخدمات وبترفع اسعار المحروقات واسعار الكهرباء، ودي من شأنها ترفع كل حاجة. حتى لو انت مجبر وان دي شروط صندوق النقد الدولي فده برضو من شأنه بيزود التضخم، وبالتالي كل ما التضخم ينخفض شوية هتلاقيه بيرجع يرتفع تاني. يعني هو بقاله 4 شهور بينخفض عشان ما كانش فيه لا زيادة في محروقات ولا زيادة في كهرباء ولا زيادة في اي حاجة. وطبعا السيولة الدولارية اللي دخلت لك ظبطت الدنيا شوية وقللت الاسعار شوية في بعض الخدمات وفي بعض السلع. لكن انت من يومين قررت ان انت تزود اسعار المحروقات، فده برضه هيبان خلال الفترة الجاية على الخدمات وعلى السلع. ولسه اما الكهرباء تزيد خلال الفترة الجاية برضه تأثيرها هيبان على الخدمات وعلى السلع. وبالتالي انت كل شوية مطالب من الصندوق ان انت كل شوية ترفع الدعم شوية شوية عن المحروقات وعن الكهرباء وعن كل الخدمات اللي انت بتقدمها. وبالتالي كل شوية اما التضخم ينخفض هيرجع يرتفع تاني، فمش هتوصل للرقم اللي البنك المركزي مستهدفه للتضخم اللي هو من 7 ل 9%، ونفس الكلام 12% اللي بيتكلم عليه استطلاع الرأي بتاع رويترز اللي هو في 2025 و2026 ل 12%. صعب شوية ان انت تصل لو انت فضلت ماشي باللي انت ماشي بيه دلوقتي. طيب تالت حاجة اتكلموا عليها وعملوا ليها استفتاء محللين رويترز وهي الفايدة. اغلب المحللين في رويترز قالوا او بيتوقعوا ان معدل التضخم في البنك المركزي سينخفض. قالوا ان هم بيتوقعوا ان سعر الايداع في البنك المركزي
سينخفض إلى 20.25%، وسعر الإقراض إلى 21.25%. طبعا هو حاليا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، يعني بيتوقعوا تقريبا إن هو ينخفض 6% في نهاية يونيو 2025. بنهاية 6 2025 ينخفض للرقم ده. وكملوا قالوا ان هم برضو بيتوقعوا ان سعر الايداع ينخفض الى 14.25%، والاقراض ينخفض الى 15.25% بنهاية يونيو 2026، بنهاية شهر 6 2026. طبعا احنا متوقعين ان معدلات التضخم تنخفض خلال الفترة الجاية، باعتبار ان المفروض التضخم كان بقاله 4 شهور بينخفض، لكن البنك المركزي في التقرير بتاعه بطريقة غير مباشرة كده قال ان بيتوقع او في الاغلب ممكن يثبت الفايدة خلال الاجتماعات اللي فاضلة في 2024، على ان هو بقى ينظر للانخفاض بقوة الربع الاول من 2025، لان معدلات التضخم ساعتها هتنخفض. فده برضو اللي هنشوفه خلال الفترة الجاية. بس يا سيدي ده كده كان كل استطلاع الرأي اللي عملته رويترز لأغلب المحللين، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى طبعا يكون الحلقة نالت إعجاب حضراتكم واستفدتوا منها لو استفادة بسيطة. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناة، وما تنسوش لايك على الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة. شكرا.